السلام عليكم، كي دايرين؟ كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. وكنعتذر على الغيبه المطوله وما غنبررهاش هاد المره، لانني فعلا كسوله وليت كنعجز انني نصور. وكنتمنى انكم تشجعوني في التعاليق. اما بخصوص قضيه اليوم، فغتسافر بنا لمدينه العرائش، وتحديدا في عام 2013، ملي ثلاثه الاشخاص اللي كانوا جوج العيالات وواحد الشاب في بداية العشرينات مشاو لمستشفى لالا مريم اللي كيتواجد في نفس المدينة، وكانت معهم واحد البنت اللي كيقولوا بأنها حاولات تنتحر، وباللي ملي لقوها كانت كتكشكش وكتخرج ليها الكشكوشة من فمها. كانوا كيظنوا بأنها مازال حية، وكان عندهم أمل أن الأطباء يعتقوها. الطبيب اللي كشف عليها وشافها أكد لهم بأن هاد البنت ماتت، وباللي دازت مدة طويلة على الوفاة ديالها، أكثر من 5 ساعات، نظرا لأن الجسم ديالها كان متصلب، درجة البرودة كانت مرتفعة، واللون ديالها بدا كيزرق. هادشي اللي خلاه متأكد بأن هادوك الأشخاص اللي جابوها في الأصل وهي ميتة، زائد أن الجسم ديالها كان كله مضروب وجهها عامر بالكدمات، فكان عارف بأن القضية فيها شبهة جنائية. اتصل بالبوليس، عطاهم هاد المعلومات، سولوا على الاشخاص اللي جابوا هاد البنت. هو سول الريسبسيون وعطاو التفاصيل، وقالوا ليه بلي واحد جوج العيالات وواحد الشاب هما اللي جابوا هاد البنت. كانوا كيظنوا بانهم غيلقاوهم كيتسناو على برا، ولكن تفاجئوا بانهم ما كيدوروش نهائيا، لا وسط السبيطار ولا في برا. لحسن الحظ ان هاد المستشفى كان مجهز بكاميرات المراقبه، فالبوليس التحقوا بالمستشفى، شافوا التقرير اللي كتب لهم الطبيب واللي كيأكد بأن البنت تعرضت للعنف، وباللي دازوا ساعات طويلة على الوفاة ديالها، وبأنه بالتأكيد كاينة شبهة جنائية في الموضوع. رجعوا لتسجيلات كاميرات المراقبة وشافوهم، ولقاو بأنه فعلا كاينة امرأة ومعها واحد البنت اللي مازال شابة، وواحد الشاب اللي كيبان بأنه مازال صغير، وهما اللي جابوا هذيك البنت. ومن بعد ما جابوها خرجوا كيجريو من السبيطار، شدوا طاكسي ومشاو في حالهم. البوليس بداو كيبحثوا على هاد الاشخاص شكون هما، ولكن للاسف لان كاميرات المراقبه كانت عاليه شويه، فالوجوه ديالهم ما كانتش واضحه. البوليس خداو البصمات ديال هاد البنت، دخلوهم لقاعده البيانات، وقدروا انهم يتعرفوا على الهويه ديالها. هاد البنت اللي الاسم ديالها نسرين، وكتسكن في مدينه العرائش. من بعد ما عرفوا العنوان فين كانت كتسكن واللي كان مكتوب في البطاقه الوطنيه ديالها اللي طلعت لهم في قاعده البيانات، مشاو للدار اللي كانت كتسكن فيها. خرجت عندهم واحد المراه، سولوها على نسرين وقالت لهم بانها بنتها. قالوا لها واش كاينه في الدار او لا خارجه، وداروا بانه ما فراسهم والو. قالت لهم بان بنتها خرجت في النهار اللي قبل، تعطلات، حاولت انها تواصل معها ولكن التليفون ديالها كان طافي. عيات كتقلب عليها هي والجيران، وكأن الارض شقات وبلعاتها، وكانت ناويه في هذا الصباح انها تمشي لعند البوليس وتقدم في حقها بلا اختفاء. البوليس خبروها بالتفاصيل وقالوا لها باللي شي 3 الناس جابوا واحد البنت اللي بنفس الاسم ديال بنتها، يعني نسرين، وعندها نفس الكنيه، للسبيطار وهي ميته، وقالوا لهم بانها حاولت تنتحر، ولكن الطبيب ملي شافها اكد لهم باللي دازت ساعات طويله على الوفاه ديالها. الام دخلت في صدمه كبيره. البوليس قالوا لها غير تهدني، دابا غتمشي معنا للسبيطار حتى تشوفيها وتعرفي عليها وتاكدي لنا بانها هي نفسها. الام كان عندها امل كبير ان هذيك البنت ما تكونش هي بنتها نسرين. شدات الوليدات اللي هو ولدها الصغير وواحد البنيته اللي كانت تقريبا عندها شي 7 سنين، واللي هما في الاصل ولاد هاد نسرين، وداتهم عند واحد الجاره باش ترد لهم البال، وتوجهات مع البوليس للسبيطار باش تشوف هذيك البنت وتاكد واش هي بصح بنتها. وفعلا ملي شافتها اكدت ليهم، وتخلعات من المنظر ديال وجه بنتها اللي كان كله مضروب وزرق. وبلا ما نطول عليكم كتر ونحرق لكم تفاصيل القضيه، يلا نبداو. قبل ما ندخلوا في تفاصيل البحث، شكون اللي قتل هاد البنت، شنو الدوافع وراء ارتكاب الجريمه، وكيفاش البوليس حتى يوصلوا للقاتل، اجيو نتعرفوا على الضحيه شكون هي. هاد البنت سميتها نسرين، تزادت في عام 1990. الام ديالها سميتها فاطمه،
تزادت في مدينة العرائش وسط من عائلة اللي كانت على قد الحال. تزوجت بواحد السيد اللي كان على قد حاله، وفي عام 1990 رزقها الله بنيته اللي سماتها نسرين، وهي نفسها الضحية ديال قضية اليوم. هاد المرأة اللي اكتشفات من بعد الزواج بأن الزوج ديالها إنسان غير مسؤول، ولقات بأنها حاصلة قدام مسؤولية كبيرة، خاصها تخلص المصاريف ديال الدار وهي اللي هزه بنتها ومقابلاها، والراجل تقريبا بحال اللي ما كاينش. هاد الشيء اللي خلاها تفكر انها تطلق منه، وشحال من مره مشات للدار ديال عائلتها على امل ان هاد السيد يجمع راسو ويتبدل، ولكن والو، غير ما كان كيزيد فيه. ومن بعد ما عيات قررت انها تطلق منه. شفت بانها اصلا غارقه وهزه المسؤوليه، وهذاك السيد ما كان زايدها والو في حياتها. فعلا طلقت منه. من وراء الطلاق ديالهم صراحه ما مذكرش شنو الجريمه اللي ارتكبها، المهم انه دخل الحبس. الام ديال نسرين اللي الاسم ديالها فاطمه، من بعد الزواج لقات راسها لحنين لكريم، خاصها تخدم وتقاتل باش تقدر انها تصرف على بنتها، خصوصا ان الاب دخل الحبس، فاكيد ان الام هي اللي غتهز المسؤوليه كامله. كانت كتخدم بالحلال وكتقاتل بالليل وبالنهار باش تصرف على بنتها وتوفر لها كاع داكشي اللي خاصها. دازت سنين والام ديالها عيات من المسؤوليه ومن تماره. تقدم لها واحد السيد وقبلات انها تزوج به، على امل انه يهز عليها شويه المسؤوليه، يعاونها على الزمان وعلى شله، يعاونها في التربيه ديال بنتها ويعاونها فيها. هاد السيد اللي فعلا كان انسان الله يعمرها دار، اعتبر نسرين بحال بنته، كان كيتعامل معها مزيان وهو اللي كان هازهم وكيصرف عليهم. نسرين امها تقاتلات معها ودارت معها كاع داكشي اللي قدرت عليه، وخا هادشي كامل ما كانش معمر راسها بالقرايه. خرجت من المدرسه في سن اللي صغيره، وقررت انها تخدم باش تعمر جيبها، تصرف على راسها وتعاون الام ديالها، وفي نفس الوقت تخفف على امها وراجل امها المصاريف. من بعد مده قليله الام ديالها رزقها الله بوليد اخر، يعني ان نسرين ولا عندها خوها. كانت واحد البنت اللي زوينه ظريفه وحنينه واجتماعيه، وهذا الشيء بشهاده الجيران وكاع الناس اللي كانوا كيعرفوها، اللي ما عمرهم ما شافوا منها شي حاجه خايبه. نسرين كانت حنينه في ماماها بزاف ومهليه فيها، واللي غيأكد لكم هذا الشيء هي واحد النهار بالصدفه تلاقات مع واحد البنيته صغيره اللي كان عندها 5 سنين. هاد البنت اللي كانت كتعيش في الشارع لان والديها تخلاو عليها. نسرين ملي شافتها بقات فيها بزاف، وقررت انها هي اللي تبناها وتكلف بها، ماشي بصيغه قانونيه، وانما تسكنها معها في الدار وتصرف عليها وتعتبرها بحال بنتها. الام ديال نسرين اكيد في الاول رفضات لان ظروفهم الماديه صعيبه، وحتى كانت خايفه بحكم ان هاد البنت ما عارفينش الاصل ديالها منين وشكون هما والديها. الا ان نسرين قدرات انها تقنع امها، وقالت لها باللي ما يعطيهاش خاطرها تخليها مليوحه في الزنقه. هي مجربه الشعور ديال ان الاب ما كاينش، يعني عاشت واحد النقص، فما بالك بهاد البنيته اللي ما عندها لا ام لا اب وما كاينش اللي يحميها ويصرف عليها. سكنات معهم هذيك البنيته، وفعلا نسرين هي اللي كانت مكلفه بالمصاريف ديالها كاملين، معتبرها بحال بنتها، لدرجه انها كانت كتعيط لها غير ماما. ايوا هذه هي نسرين، وهكذا كانت حياتها قبل ما تقتل. هاد البنت اللي كانت درويشه وحنينه، شكون اللي غيقتلها ويدير فيها داك الحاله؟ المهم الام ديالها ملي عرفات الاشخاص اللي جابوها للسبيطار وشافتهم في تسجيلات كاميرات المراقبه، قدرات انها تتعرف عليهم. قالت لهم بان هذيك المراه سميتها خديجه، وهذاك الولد اللي كان معاها سميتو يوسف وهو ولدها، وحتى هذيك البنت اللي كانت معاهم راها بنتها. البوليس سولوها شنو علاقه هاد الناس مع بنتها نسرين، وعودت لهم القصه ديالها معهم بالضبط كيفاش وقعت، بدايه من عام 2012. نسرين في هذا الوقت تعرفت على يوسف ولات بيناتهم علاقه غراميه. وما تنسوش ان نسرين كبرات بلا حنان الاب، وكانت كتحس بواحد النقص كبير في حياتها. فملي تعرفت على يوسف حطات عليه راسها وحسات بانه هو السند، وكانت كتوقع انها تزوج به وتكمل مع حياتها، وبصح كانت كتبغيه ومتعلقه به. المشكل اللي وقع هو ان هاد يوسف كان واحد الانسان اللي غير مسؤول، مبلي بالمخدرات ومعروف بسوء الاخلاق ديالو.
نسرين كانت عارفه هذا الشيء كامل وهو ما كان مخبي عليها والو، ولكن هي كانت كتحلم وكتمنى انه واحد النهار غيتبدل. كتقول مع بالها ملي غنتزوجوا غيرزقنا الله بالولاد غيتبدل وغيدير عقله، لانه كاين نماذج كثيره من هذا النوع في المجتمع ديالنا. بقات مستمره معاه في العلاقه وكانت دائما كتقول ليه باش يجي يتقدم ليها، وهكذا العلاقه ديالهم تكون شرعيه. وكل مره كان كيعطيها مبرر في شكل، وكيقول لها بانه هو مازال ما خدامش، دارهم ناس على قد الحال وما يمكنش ليه انه يسكنها معاهم، ووالديه هما اللي يصرفوا عليها. هذا الشيء اللي خلاها صابره معاهم قاتله وكتسنى انه يخدم ويجمع راسو ويترجل ويتزوج بها. في هذه فتره الانتظار وقعت بيناتهم علاقه غير شرعيه اللي انتج عليها حمل. هنا نسرين ما لقات ما دير سوى انها تمشي تعترف لامها بالحقيقه وتقول لها شنو واقع. امها فاطمه ملي سمعات هاد الخبر تصدمات، لحقاش اصلا ما كانتش عارفه بان بنتها نسرين في علاقه مع يوسف اللي اصلا كان معروف بانه مدمن على المخدرات. الام تحطات امام الامر الواقع، وكيف ما كيقول المثل اللحم الى خناز ما يهزو غير الماليه، ما يمكنش ليها تلوح بنتها وتفرط فيها. مشات عند عائلة يوسف وهضرات معاهم، وفي هذا الوقت نسرين كانت واصلة لسن الرشد، بمعنى أن الأم ديالها ما تقدرش تحط في حقه شكاية باش يتزوج بها بزز منه. المهم مشات لعند العائلة ديالو، قالت لهم ضروري خاصنا نلقاو حل، وهما بجوج بهم كبار وبجوج بهم غلطوا، وهو خاصو يتحمل المسؤولية ديالو ويتزوج بها. البنت مازال صغيرة، وأي واحد عرف بأنها حملات بطريقة غير شرعية أكيد ما غيقبلش بها. العائلة ديال يوسف والأم ديالو خديجة واعدوا فاطمة اللي هي مت نسرين بأنهم غيلقاو حل، وبأن هذاك ولدهم يعني الولد اللي كانت حاملة به نسرين ومستحيل أنهم يفرطوا فيه. اتفقوا على أساس أنها فترة الحمل تسكن معهم في الدار، يعني يتزوجوا غير بالفاتحة، ومن بعد ما تولد يسجل هذاك الوليد في سميتو ويتزوجوا بطريقة قانونية. الأم ديالها أصلا ما كانش عندها بديل، كانت خايفة من نظرة الناس والهضرة ديال الجيران، فصيفطاتها عندهم باش تسكن معاهم. واصلا الطريقه باش هضروا معاها وقالوا لها بان نسرين بحال بنتهم وغيعتبروها وحده منهم وغيتهلاو فيها ومستحيل انهم يسمحوا فيها، خلاتها تقتنع بان هذوك الناس مزيانين وما غيفوتوش نسرين. تكلفوا ليها بالولاده ديالها اللي كانت في مستشفى لاله مريم. قابلوها في فتره النفاس. من بعد نسرين وقع لها مشكل مع يوسف، فرجعت للدار ديال عائلتها، والوعود اللي كانوا قدموا لهم تبخرات. لا الوليه تسجل بالاسم ديال باه في الحاله المدنيه ولا هو تزوج بها. وقعت بيناتهم مشاكل كبيره، واصلا نسرين ما بقاتش حملاته وما بقاتش اصلا كتفكر انها تزوج به. كان انسان اللي عنيف ما كيتعاملش معها مزيان وما كيحترمهاش. رجعت للدار ديالهم وبقات مقاتله مع الزمان وخدامه كتصرف على ولدها وعلى هذيك البنيته اللي كانت متبنياها. يعني واخا ظروفها كانت صعيبه ودازت من مراحل اللي ماشي اي شخص ممكن انه يتجاوزها، الا انها خدات على العاتق ديالها انها تربي هذيك البنت وما تسمحش فيها. يوسف ملي شاف بان نسرين تجاوزاته وقدرات تكمل حياتها بلا بيه، خدامه ومقاتله على وليداتها وما كتسولش فيه، الحمد لله ملي تفكت منه قدرات انها تكمل حياتها بشكل طبيعي، ما تسرطاتش ليه وما تقبلش. هو كان كيبغيها ولكن بطريقه مرضيه، ولا كيتعرض ليها وكيطلبها انها ترجع معاه وتدخل معاه في علاقه غير شرعيه. نسرين ما بغاتش ورفضات انها تدخل معاه في علاقه بلا ما يكتب عليها او اللي يتزوج بها. هي ما كانتش باغا تكمل مع حياتها، ولكن كانت باغيه انه يتزوج بها باش هكذا على الاقل تسمى بانها مطلقه، بما انه كان عندها وليد. ايوا ملي شاف بان الظرافه والطليب ما لقش معاها، ولا كيتعرض ليها وكيضربها وكيهددها بانه غيقتلها هي وامها، ولا معيشها في رعب. وشحال من مره ضربها، ومشات لعند البوليس وقدمات في حقه شكايه على امل انهم يحميوها او على الاقل يديروا ليه واحد الالتزام بعدم التعرض، ولكن هما ما تسوقوش ليها وما حماوهاش. نسرين كان دائما كيتعرض ليها، وبعض المرات كان كيديها وكيتعدى عليها تحت التهديد بالسلاح. عذبها ومحنها ودوزها عليها ديال بصح. نسرين كانت كتعاني وما لقاتش شي حد اللي يوقف معها ويحميها. باها اللي ولدها واللي من صلبو داخل الحبس، البوليس ما تسوقوش ليها
أمها مسكينة إنسانة اللي ضعيفة وما باليد حيلة، تكرفسات بزاف ولات كتخاف أنها تقول ليه لا، لأنه كيضربها وكيهددها بأنه غيقتل ليها أمها وهذيك البنيته اللي كانت مربياها. نسرين كانت دائما كتقدم في حقه الشكايات، وهو كانوا كيوصلوه الخبر بطريقة أو بأخرى، يعني هي لحد الآن ما مبينش شكون اللي كان كيقولها ليه. المهم استمرت العلاقة ديالهم، وفي شهر 12 من عام 2013 وبالضبط نهار الحد مع العشية نسرين قالت لامها باللي عندها واحد الغرض اللي خاصها تخرج باش تقضيه، وخلات ليها وليداتها باش تحضيهم وترد لهم البال. ملي وصلت العشرة ديال الليل ونسرين لحد الآن مازال ما رجعاتش، وفي هذيك الوقيته كان البرد والشتاء، الأم خافت لأن بنتها ماشي من عويضها تعطل لها الدرجة. بدات كتصوني على بنتها ولكن لقات بأن التليفون ديالها طافي. تخلعات بزاف، علمات الجيران وما خلاو فين قلبوا عليها. البنت الأثر ديالها ما كاينش، كأن الأرض تشقات وبلعاتها. كانت ناوية أنها في ذاك الصباح تمشي لعند البوليس وتقدم في حقها بلا اختفاء، ولكن هما اللي سبقوها وجاو عندها للدار وعلموها بأن بنتها ماتت. وهذه هي القصة ديالها كيفاش دخلت مع يوسف في علاقة. البوليس سولوا ماماها واش في هذاك النهار ما كنتيش عارفة بأن نسرين غادية عند يوسف والعائلة ديالو؟ قالت لي أنا أصلا ما كنبغيهاش تلاقى معاه وما قالت لي والو. الأم ما كانتش عارفة أشنو وقع لبنتها في هذيك الليلة. فالبوليس بداو كيبحثوا مع الجيران وكاع الناس اللي كيعرفوهم. أول حاجة بعدا داروها مشاو للدار ديالهم، شدوا الأم وبنتها، ولكن يوسف لقاو بأنه ما كاينش في مدينة العرائش. عياو كيقلبوا عليه والو، فنشروا المخبرين ديالهم باش يقدروا أنهم يعرفوه فين مشى. المهم الأم وبنتها من بعد ما داوهم معاهم المركز وبداو كيبحثوا معاهم، قالوا بأنهم بصح ملي جابوا نسرين للسبيطار ما كانوش عارفين بأنها ميتة. ولدهم جابها لهم تقريبا مع 2 ديال الليل وقال لهم بأنها مريضة ومغيبة. نهار الاخر في الصباح ملي شافوا بأنها ما فاقتش جابوها للسبيطار باش يشوفها الطبيب ويقول لهم اشنو واقع. ما عارفينش بالضبط اشنو وقع بينها وبينه في هذيك الليلة. البوليس ما قدروا ياخذوا منهم حتى معلومة، وحسب ما كتقول الأم وبنتها بأنهم أصلا ما عارفينش يوسف فين مخبي لحد الآن، وكيحلفوا ويعاودوا بأنهم ما كانوش عارفين بأن نسرين ميتة. دابا نرجعوا للجيران واشنو وقع بالضبط في هذيك الليلة، الشهادات ديالهم واشنو شافوا. واحدة من الجيران قالت بأنها شافت يوسف ونسرين واقفين مع بعضياتهم، كان كيطلبها ويزوق فيها أنها ترجع معاه، كانت قريبة ليهم وسمعت الهضرة اللي دارت بيناتهم، ونسرين ما كانتش باغا ترجع معاه. قالت لهم شافتهم بأنهم مشاو في الاتجاه ديال واحد الطريق اللي كانت خالية واللي ما كيكونوش فيها الناس، خصوصا من وراء الأذان ديال المغرب. قالت لهم من ديك الساعات ما بقيت شفت شنو وقع او لا شفتهم اللي كانوا راجعين. البوليس بقاو كيبحثوا حتى قال لهم واحد السيد بانه مع 2 ديال الليل شاف يوسف وهو هاز نسرين في ايديه وداخل الدار ديالهم. كان كيظن بانها مغيبه ولا سخفانه، واصلا هما كانوا متعودين ان نسرين ويوسف دائما مضاربين مع بعضياتهم وكيشوفوه كيضربها. هاد الشيء اللي شاف وما عرفش بالضبط اشنو وقع بيناتهم. حدو قال لهم بانه متاكد بانه هو ونسرين في هذيك الليله كانوا في واحد البراكه اللي جات في الخلا اللي كيقولوا لها براكه عبد القادر. هاد البراكه اللي كانت معروفه بان يوسف وصحابه المدمنين كلهم كانوا كيتجمعوا فيها ويقصروا فيها. الجيران كيقولوا بانه النهار الاخر في الصباح تقريبا مع 7:30 شافوا خديجه اللي هي الام ديال يوسف اختو وهو هازين نسرين وغاديين بها في الطريق كيقلبوا على طاكسي، وقالوا لهم بانها غير مغيبه وحتى واحد فيهم ما كان عارف بانها ميته في هذاك الوقت. هذا الشيء اللي شافوه الجيران وهذه هي الشهادات اللي قدموها. الابحاث مازال مستمره لحد الان والبوليس كيقلبوا على يوسف اللي مازال غابر، واللي الام ديالو واختو كيقولوا بانهم ما عارفينوش فين مخبي. خرجت نتائج التشريح الطبي اللي كتقول بان سبب الوفاه هو الضرب والعنف المفضي الى الموت. هادشي كيبين بان نسرين تعرضات للتعذيب وضرب كثير لدرجه انها ماتت، والجسم ديالها اصلا كان مكرفس وكامل مشوه.
يوسف ولا موضوع بحث، والصور ديالو تنشرات في جميع مراكز الامن والدرك الملكي اللي كتواجد في المغرب، وكانوا رادين معاه البال انه يهاجر بطريقه غير شرعيه. المهم البوليس بقاو كيقلبوا حتى وصلتهم واحد التبرقيقه على اساس ان يوسف عنده واحد اختو اللي كتسكن في مدينه الدار البيضاء واللي غالبا مخبي عندها. وفعلا البوليس ديال مدينه العرائش تواصلوا مع البوليس ديال مدينه الدار البيضاء وعطاوهم العنوان بالضبط فين كانت كتسكن خوت يوسف. بقاو مراقبين الدار من بعيد حتى شافوه خارج منها في النص ديال الليل. البوليس لقاو عليه القبض. البوليس ديال مدينه العرائش مشاو لمدينه الدار البيضاء، شدوه ونقلوه عندهم المركز وبداو كيبحثوا معاه. وهو من الاول اعترف وما نكرش لان الجريمه كانت لاصقه فيه، وبدا كيعاود ليهم اشنو وقع بالضبط. بداو كيبحثوا معاه وقال لهم بانه ما حطش عليها يدو وما ضربهاش، وبانها هي اللي انتحرت. لكن نتائج التشريح الطبي كتثبت بان نسرين في هذيك الليله تعرضت للضرب لدرجه انها ماتت، وهي ماشي من هذاك النوع اللي انتحر. تسجيلات كاميرات المراقبه، شهادات الجيران، نتائج التشريح الطبي، كلها ادله اللي كتاكد بان يوسف هو اللي قتل نسرين في هذيك الليله. امام الضغط ديال البوليس اعترف وعاود لهم القصه كيفاش وقعت بالضبط. قال لهم بانه دائما كيضربها وكيعنفها وكيهددها، فهاد الاسلوب ما بقاش لايق معاها. زوق فيها شحال من مره باش تنازل على الشكايات اللي حطات في حقه، ولكن هي ما بغاتش. وفي هذيك الليله دار معها الحيله احسن من العار، فبدا كيبكي عليها وكيطلبها انها تسمح ليه ووعدها انه يتزوج بها، وبدا كيبكي وكيمثل عليها بانه كيبغيها. نسرين للاسف تاقت به. واش فعلا مشات معاه على خاطرها او لا هو هددها؟ حتى واحد ما عارف. المهم قال لهم بانهم مشاو للبراكه ديال عبد القادر، واكد لهم بان عبد القادر ما ساقش الخبر لهذا الشيء لانه في الاصل ما كانش تما وما شافهمش ملي دخلوا لهذيك البلاصه. قال لهم بانه بقى مناقش هو بياها وما تفاهموش في الهضره، فبقى كيضرب فيها لساعات متواصله. من بعد كان كيظن بانها غير سخفات ولا غيبات، فاش قلبها لقاها بانها ما كتنفسش واكد بانها ماتت. قال لهم بانه ملي رجع لدارهم كان هازها في يديه، وملي سولاتهم موختو قال لهم بانها غير مغيبه. وحتى في الصباح ملي جابوها معاه للسبيطار كانوا كيظنوا بانها سخفانه وما عارفينش بانها ميته. واش هاد الهضره كتدخل الراس في نظركم؟ واش هما كانوا عارفين ومتسترين عليه، او لا فعلا كانوا كيظنوا بان نسرين غير سخفانه؟ خليو لي الراي ديالكم في التعاليق. من بعد ما اعترف ليهم دار اعاده تمثيل الجريمه، قدموه لمحكمه الاستئناف اللي تابعته من اجل تهمه الضرب والعنف المفضي الى الموت، وتحكم عليه ب 30 سنه سجنا نافذا. هذا الحكم اللي لا يشفي الغليل. اما مو اختو فتحكم عليهم بالبراءه لانهم نكروا بانهم كانوا عارفين بان نسرين ماتت في هذيك الليله. سيدي كنت حاضره في الجلسه، عيطونا عملوا معنا المرافعه، نكر كل شيء وناضوا القوده وكيدابزوا السبب ديال بنتي، وقدروا الموقف ديالي وقدروا لي الموقف د بنتي، ونكر كل شيء ودابز معاه القاضي وقال له قول الحقيقه قبل ما نعمل معاك شي حاجه اللي ما غتصورلكش في العقل ديالك. انت راك دكدكتيها، انت راك دكدكتيها. قال له عرفتي شنو دكدكتيها؟ راك دكدكتيها. ما بغاش يعترف، قال له ديوه عليا بلاتي وخرجوه. هي هذيك ما خرجوه وقفوهم سطروهم. قال لي ما هو الختو نتوما كتحكم عليكم البراءه، ويوسف سكوت، ويوسف سوية عطاتو المحكمة الموقرة بإذن جلالة محمد السادس 30 عام الحبس منفذة. وكنشكر سيدنا. ما تنساوش تخليو لي الرأي ديالكم في القضية ديال اليوم. المدينة والدولة منين كتابعوني، وإلا كنتو كتشوفوني لأول مرة عجبتكم طريقة السرد ديالي، ما تنساوش أنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. أما العائلة ديالنا فما تبخلوش عليا بلايك وكومنتير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.